هاي هاي، مساء الفل عليكم. عاملة معاكم النهاردة طاجن كفتة بالبراون صوص. ده اختراع الصراحة وانا سميته كده. طاجن حلو جدا واظن شكله باين. هقدمه بقى كده مع مكرونة بيضة، شوية بقدونس كده، طعمها خطير وريحتها اخطر. عايزين تعملوها جنب رز بشعرية، رز ابيض، اللي يريحكم. بس انا حبيتها جدا مع المكرونة السادة. شايفين شكلها خطيرة، لازم تجربوه. يلا بقى بينا نقول الطريقة والمقادير. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، لحمة جاموسي بقري جملي اللي بتفضليه. ومعايا هنا بصلتين، بشراهم وعصراهم جدا من المية بتاعتهم، مش عايزة الكفتة تفك مني. خلاص هحط التوابل بقى: معلقة فلفل اسمر، كاري، قرفة وجنزبيل، 7 بهارات، شوية ملح. بس كده هقلب بقى حلو جدا لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض. اهو خلاص خلطت بقى الكفتة كويس قوي، ولا هنحط بقسماط بقى ولا اي حاجة. هي ما شاء الله ماسكة نفسها وحلوة جدا عشان صفيت البصل من المية. هعملها بقى على شكل كور واحطها في صينية عندي. كور صغننة كده قد الليمونية تقريبا. هعمل معاكم واحدة تاني اوريها لكم. مش غلبة يعني، كور كده تبقى صغيرة وخلاص. اهو شايفين، رصيتها بقى في الصينية بتاعتي ورشيتها رشة زيت، وبعد كده هاخدها معايا على النار. خلاص شغلت عليها على نار واطيه خالص، مش عايزاها عاليه قوي عشان ما تحرقش. وهفضل هشوح في الكفته لحد ما تتشوح خالص. معايا البايركس بتاعي هنا، حاطه فيه معلقتين زيت. انا بوريكم بس الزيت لان هو شفاف مش باين. ومعايا بصلتين 3 بقى كده متقطعين جوانح، خلاص مش صغيرين ولا مبشورين خالص، مقطعين شرايح كده صغيره. هنا هي الكفته معايا على النار اهي بتتشوح. يا دوبك البصل يدي لون اصفر كده وهنزل عليه بجزرايه مبشوره. برضو شوحتهم شوية، هنزل بمعلقتين صويا صوص أو دبس رمان، وهنزل بقى عليهم بالكفتة بكل الصوص بتاعها اللي موجود في الصينية ده. وهشوح كويس جدا، وهزود بقى ملح حاجة بسيطة وفلفل أسمر، مش هحط أي توابل تانية. أهو ده الملح والفلفل. ومعايا بقى هنا كوباية مية مغلية هحطها بقى على الكفتة علشان تستوي. هغطيها بقى واسيبها تستوي خالص على نار هادية لمدة تقريبا ربع ساعة حسب نوع اللحمة اللي عندك. اهو شايفين كده استوت بعد تقريبا تلت ساعة كانت استوت. هاجي بقى في المرحلة دي هيبقى معايا هنا معلقة من النشا، معلقة نشا كبيرة، هدوبها في شوية مية صغيرين قوي. ليه النشا؟ علشان تتقل الصوص بتاعي. شوفوا بقى الصوص قبل وبعد، يعني شايفين الصوص كده قبل عامل ازاي. اول ما هنزل بالنشا الصوص هيتقل جدا، وهوريكم بعد ما يتقل. اقلب تقليبه بسرعه عشان ما تكلكعش. اهو شايفين بقى، شايفين تقل معايا ازاي، وريحته خطيره، والبصل ما شاء الله متكرمل من الصويا صوص وطعمه حلو جدا. خلاص بقى كده هنا استوت، هديها وش في الشوايه بتاعه الفرن بتاعي، ونقدمها بقى كده مع المكرونه السوست. والريحة ما اقولكوش، عايزة بقى تغمزيها بالعيش مع مكرونة مع رز. جربي الوصفة دي وصفة من اختراعي، كفتة البراون صوص. يا رب تعجبك. لايك وشير لو عجبك الفيديو. دي قناتي انا سمسم محبة البركة. وادي طبق الجميل مع شوية بقدونس من فوق، وحاجة خطيرة. وبألف هنا، باي باي.